السلام عليكم بنات، لبس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنخدم فيه معكم هاد الموديل. هذا هو نورمالمون جلابه رشمه اللي في الصدر، رشمه عاديه، ولكن في الكم خدمتهم بالمبره. البنات بزاف كانوا كيطلبوا مني الطريقه كيفاش نلصق هاد المبره. داكشي علاش صورت لكم كيفاش خدمت هاد الكم. هنا درت انا رشمه ديال المبرع على شكل بحال السنتات طوال. اول حاجه درتها هي قديت الرشمه كما كتشوفوا، قديتها على حساب الكم كامل حيت غادي يجيو من الفوق حتى لتحت. رسمت الرشمه ورشمتها على الثوب. دابا كنوريكم كيفاش حطيت داك الانسوخ. المهم راه باينه الطريقه في الفيديو. الانسوخ اللي تحت كنرد الوجه ديالو الفوق، واللي كنديرو الفوق كنرد. المهم الوجه ديالو اللي كيطلق كيكون مردود عند الثوب، كيكون في وجه الثوب. صافي فاش رشمتها، من بعد ما رشمتها هادوك السنتات اللي غادي نديرهم بالمبرة كلهم فصلتهم في المبرة عندي كان عندي طرف وفصلته على هاد الاشكال هادو كما كتشوفوا. انا هذيك المبرة قبل ما نفصلها لصقت عليها الفيزلين عادي، وعاد رسمت عليه دوك السنتات طوال وقطعتها. نتوما تقدروا تقطعوها على الشكل اللي بغيتو بلا ما ديروا عليها الفيزلين، انا درتو غير باش يسهل عليا وصافي. المهم هو انه المبرة تفصل على حساب الرشمه، حيت اصلا داك الفيزلين اللي لصقتو عليها راه غادي نحيدو، ما غاديش يبقى. دابا غنوصل المرحله ديال التلصاق ديال المبرة. هذاك الفيزلين كما قلت لكم راه غادي يتحيد، نلصقها بالفيزلين الاخر اللي كنخدم به ديما، اللي قلت لكم ديال اللي داير بحال الشكل ديال سكوتش، وهو فيزلين كنلصق به. هنا انا فصلت كل كم، درت ليه 4 يعني 8 ديال الاشرطه اللي قطعت ديال المبرة. دابا البنات غادي نلصقهم كما كتعرفوا. انا ديما كنلصق بهاد الفيزلين اللي كيكون على شكل سكوتش. المهم انا هاد التقطاع اللي قطعتهم راه غير على حساب هادوك الاشرطه باش نلصقهم، يعني ماشي بالضروره تقطعوا بحال هكا. المهم المبرة يعني في الطرف ديالها كامل تكونوا دايرين فيها هاد الفيزلين وشويه في الوسط. انا درت لهم بحال هكا باش يجيو تقريبا على الشكل ديال المبرة وتلصق لي مزيان سورتو دوك الجوانب ديالها باش ما تبقاش تحليه. هذا كنحطو على الثوب وكندوز عليه السخون. هو في الاول ما كيحتاجش السخون بزاف، يعني غير شويه، ومن بعد كنحيد داك الغشا ديالو وكيخلي ليها هو كما كيبان لكم كيخلي داك الكولا. ديك الكولا كتبقى لاصقه في الثوب. فاش كتبقى لاصقه في الثوب كناخذ انا ديك المبرة وكنحيد لها كما قلت لكم داك الفيزين غادي نحيدو ما نخليهش، كنت غير فصلت به وصافي. وغادي نلصقها بحال هكا وغندير داك الثوب وكندوز عليها السخون. ما ديروش عليها الحديد مباشره، كندوز عليها السخون مزيان وراه كدوزو غادي تلصق. وغتقلبوا الثوب ديك الساعه فاش تقلبوا الثوب عاد غدوزو يعني السخون مزيان مزيان باش كتلصق مزيان. كتجي كيما هكا بهذا الشكل. كتكون يعني لاصقه، ما كتكون هكا بحال جايه مع الثوب، ما كتبقاش لا مبوقه ولا كتمشي بلاصتها ولا حتى شي حاجه. حتى فاش كتركبوها في المرمى راه يعني مع الجبل ديال المرمى ما كتحيدش، زعما ما كتحركش من بلاصتها. كتخدموا على خاطركم. هنا البنات انا بديت الطرز. اول حاجه هذوك الخطوط راه انا رسمته غير خط، ولكن هو راه درت فيه طرزته على شكل خط، ولكن بالعراض. درت العراض ماشي عريض بزاف وماشي رقيق. المهم طرزته ودرت درت له الدقه في الجناب، الدقه الذهبيه درتها له في الجناب. اما بالنسبه للمبرة اول حاجه كنطراسيها غير بالزيكزاك، غير باش تثبت ليا ونغطي الماكسيموم في دوك الشناتف ديال المبرة اللي كيكونوا في الجناب. من بعد كندوز عليها الطرز بنفس العرض اللي طرزت به داك الخط. وهنا كما كتشوفوا راه كنطرز ونعاود باش تعمر. اول حاجه باش تبقى لاصقه مزيان، وثاني حاجه باش المبرة
ما تبقاش باينه من الطرز. يعني الطرز خصو يغطي المبرة مزيان، داكشي علاش كندوز داك الزيكزاك وعاد كندوز فوقها الطرز. وهاد الطريقه اللي وريتكم البنات راه هاد الطريقه اللي كنخدم فيها انا، ما صراحه ما شفتهاش حتى شي في البلاصه اصلا. واخا قلبت ما لقيتش شي طريقه اللي كتخدم بها هاد المبرة. فاش جاتني كوموند ديالها هذاك الفيزلين كان عندي ديجا، كنت خادمه به شي حاجه هكا ديال الرومي ديال العطفه، وجربته وصدقات لي به. كتجي في الخدمه سهله وكتجي متقونه، كتجي المبرة لاصقه على الثوب، ما كتجيش مبوقه. ولا الا شفتو فشي بياسات هكا كيخدموها كتجي المبرة لاصقه من الجناب، ولكن من الوسط ما لاصقاش، يعني ما يمكنش تلصق الا ما درتي لها شي حاجه، والكولا ما غتجيش. يعني هذا هو الحل. باش كنخدم به راه كتجي مسرحه مع الثوب، كتجي هكا متقونه، يعني زوينه. كما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه. الرشمه ديال الصدر ما خدمتهاش معكم، يمكن نشاركها معكم شي نهار في فيديو اخر. بغيت نركز في هذا الفيديو غير على الطريقه ديال المبرة، حيت كيسولوني عليها وعاود كيسولوني عليها البنات بزاف. واخا كنشرحها كتبقى شي حاجه فيها ما مفهوماش، داكشي علاش كل ما كنخدمها راه كنصورها وكنحطها لكم. وهنا البنات راني سالي معكم هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مهتمين بالطرز الرباطي، وما تنساوش ديروا جيم الا عجبكم هذا الفيديو. نتلاقى معكم في درس جديد ان شاء الله. موجده لكم بزاف ديال الرشمات غادي نحاول نشاركهم معكم ان شاء الله قريبا، كل اربعاء والسبت ان شاء الله. بسلام عليكم.